جزائري وعنده نظرة عن الكرة الجزائرية، واليوم دار عدة حصص تدريبية فوق الملعب صنعاء. نعم ليلى. عفوا، حتى المدرب صبري المنياوي اللي قلت انه جاء ربما منذ اسبوع من الان كان تابع جيدا الاتحاد في المباراتين السابقتين كانت امام اتحاد الحراش، نقول انه عرفنا وان ما طريقه لعب الاتحاد ايضا. فعلا امام هذا التيفو الرائع الذي صنعه انصار اتحاد العاصمه على المدرجات العلم الجزائري بالاخضر والاحمر والابيض، صوره رائعه يصنعها انصار فريق اتحاد العاصمه في انتظار ان يفرحهم اليوم فريقهم في هذه المباراة الصعبة وليست سهلة أمام فريق يحتل المرتبة الثانية في الدوري المصري. يعلمون بأن المأمورية لن تكون سهلة بعد أسبوعين، لذلك أنت كمدرب ما هي الطريقة الأنجع اليوم من أجل حسم الأمور هنا قبل التنقل إلى القاهرة؟ والله الطريقة قبل كل شيء طريقة لازم التركيز في اللعب. كوربيس التركيز مطلوب على اللاعبين، خاصة طريقة اللعب اللي راح لازم اللاعبين والفريق كامل الصبر في اللعب، اللعب القصير والسريع، وخاصة في عرض الملعب واللعب الأجنحة هي اللي تسمح للفريق يوصل نقول للمرمى. وننظن في رأيي خاصة التشكيلة اللي رانا نشوف فيها تشكيلة هجومية، أنا في حسابي على حساب التشكيلة وعلى حساب الطريقة تاع اللعب نظن في حسابي بالاتحاد العاصمة راح إن شاء الله تخرج فايزة في هذه المباراة.